السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم يا سادس بكل خير. اليوم درسنا العاشر، درس السنة النبوية الشريفة. كثير منا بنسمع إنه لازم نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته ونقدس هذه السنة الشريفة. فما هي السنة؟ خاصة في وضعنا الراهن مع الحملات المسيئة للإسلام وللسنة وللحجاب ولتفاصيل كثيرة من الإسلام من خلال فرنسا ورئيسها. خلينا نتعرف إحنا أكتر عشان ننصر الإسلام من خلال معرفتنا إلى تفاصيله والسنة النبوية. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم في وقته يحدث الصحابة. هلأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى حديث عادي، إلى حديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، حديث قدسي، عن قرآن كريم نزل، أو مثلا عن كلام عادي، أو عن حديث نبوي. فخلينا نشوف شو هي الأشياء اللي كانت تتصف فيها السنة النبوية وتفاصيلها وأقسامها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه بما ينفعهم ويرشدهم إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، فهو المبعوث رحمة للعالمين. جاءت السنة النبوية مبينة للقرآن الكريم. لما أجي بالامتحان حطوا هنا مهم، ماذا فعلت السنة النبوية للقرآن؟ جاءت السنة النبوية توضح تبين القرآن الكريم. إذن ما هي وظيفة السنة النبوية؟ تبين القرآن الكريم. هي هنا حطينا ما هي وظيفة السنة النبوية. طيب، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. شو هي السنة النبوية؟ تعالوا نحط ما هو تعريف السنة النبوية. هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، من فعل، من تقرير، من صفة خلقية، ونحط صفة خلقية. صفة خلقية من كيف خلق، هذا رح أشرحها. هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. إذا شو هي تعريف السنة؟ نحفظها زي اسمنا. ما هي السنة النبوية؟ هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. مين أي نبي؟ أكيد إحنا بنحكي عن النبي محمد. من قول، من فعل، من تقرير، من صفة خلقية وصفة خلقية. طيب، إذا قول هي الأقوال اللي بحكيها النبي صلى الله عليه وسلم. فعل هي الأفعال، إنه مثلا وصفوا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هي من السنة النبوية. تقريرية يعني شاف واحد من الصحابة بيفعل شيء معين فأقر حكى له نعم صحيح هيك عملت، هذه أقروا على فعله، فهذه إقرار تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. صفة خلقية هي من أخلاقه الحميدة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصف فيها. مثلا كان يتصف ب تعالوا نشوف هون الأمثلة عشان أنا ما أحكي لكم إشي مش الخلقية، وإنك على خلق عظيم. زي ما حكينا النبي صلى الله عليه وسلم أصلا جاء ليتمم مكارم الأخلاق، فأخلاقه كان كريم مثلا. والخلقية صفة خلقية اللي هون حكيت لكم ضيفوها. الصفة الخلقية يعني مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم من شكله مثلا إنه هو بمشط على اليمين، هاي الخلقية. تمام، اللي رب العالمين خلق فيها إنه هو مثلا كان يعتني في جسده والنظافة، هاي خلقية. طيب، تعالوا نشوف القسم هو أقسام السنة النبوية. حكيناها بدنا نكررها بس ناخذ تفاصيلها. سنة قولية، سنة فعلية، سنة تقريرية أو تقرير، والسنة الصفات الخلقية والخلقية. تعالوا نشوف القولية. السنة القولية من النبي صلى الله عليه وسلم أكيد كان يتحدث، وهذا الحديث إلى النبي إلى الصحابة رضوان الله عليهم شو كان محتوى؟ كان محتوى أنهم يعلمهم هذا الدين. طبعا بدنا ننتبه إنه ليس كل شيء حكاه النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث. حكى مثلا من قرأ حرف، مثلا هنا حاطيني من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا حديث.
لكن مثلا لو نيجي نشوف إنه النبي صلى الله عليه وسلم خرج بيوم من الأيام من المسجد وذهب إلى السوق اشترى شيء معين، هل هذا حديث؟ لا، هذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكون سيرة مثلا، مش سيرة موجود، لكن مو حديث. الحديث اللي هو فيه تفسير وتوضيح للقرآن الكريم وللعبادات. تمام؟ إذن السنة القولية هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال يوضح بها القرآن الكريم والدين الإسلامي. طيب شو هي السنة الفعلية؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي العبادات أمام الصحابة، ما كان يؤديها لحاله، وكان يعلمهم أمور دينهم. فيؤدي الصلاة، شو يقول؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. شو كمان يقول؟ خذوا عني مناسككم في الحج. مثلا كان يتصدق ويخفي الصدقة في ايده اليمين، فشو كان يحكي؟ انه ايش هاي الفعل انا هيك يعني بدون ما هو يحكي تصدقوا مثلي، لكن كان يحكي فلا تعلم يساره ما اخفت يمينه من الصدقة يعني. فانه كان بافعاله يوجه الصحابة انهم يعملوا هاي الاعمال بدون ما هو ينطق وهو ساكت. مجرد ما كان أخلاقه وأعماله عفوا هي اللي تدل على أنه هو هنا عماله بيبين لنا عبادة. ومثلا كمان كيف كان يتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم، توضأ أمامهم، هم أخذوا الوضوء من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا القولية، وإنه مش كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم حكاه هو حديث، بل ما كان مختصا في العبادات. حكينا الفعلية، السنة الفعلية هي اللي يؤدي فيها العبادات. وكمان في شغلة كتير مهمة، الفعلية برضو كمان مش كليات أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي سنة. فمثلا طريقة أكله أو طريقة شربه أو طريقة، فيها أحاديث إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب وهو جالس، يشرب على 3 دفعات، يشرب في يده اليمنى. لكن ايش اللي شربه، كم من شرب، هل هاي فيها سنة؟ لا. طيب التقريرية هي زي ما شرحناها، انه الصحابة كانوا بيعملوا اشياء فيحكوا للنبي صلى الله عليه وسلم هاي صحيحة ولا مش صحيحة يا رسول الله. فإذا كانت صحيحة يقرهم عليها، الإقرار يعني الموافقة. إذا كانت صحيحة أقرهم عليها، إذا كانت غير صحيحة لا يقرهم عليها. اعطوني مثال بسرعة. مثال قصة الصحابة الذين نزلوا على أرض رجل ملدوع، فقرأ أحدهم، ملدوغ يعني في شيء لدغه أو قرصه، زي ثعبان، زي عقرب، إشي قرص هذا الرجل. فهذا الرجل لما أجوا عليه جماعة من الصحابة وجدوا إنه هو ملدوغ وإنه بتوجع، فواحد من الصحابة أجا وقرأ عليه سورة الفاتحة فبرأ، فيعني فطاب. لما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حكوا له: يا رسول الله صار معنا 1 2 3 4. فالرسول قال لهذا الرجل اللي قرأ عليه الفاتحة، حكى له: ما يدريك أنها رقية؟ شو اللي دراك إنه آيات وسورة الفاتحة هي رقية؟ ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: قد أصبتم، يعني اللي عملتوه صح. فهنا أقرهم على فعلهم إنه اللي عملتوه، إنه نعم، إذا وجد أحدكم شيء يؤلمه يقرأ عليه سورة الفاتحة 7 مرات، فهذه تكون من إن شاء الله يطيب، ويكون هذه رقية له. طبعا مش كل شيء. هلا التقريرية كان النبي يقول إنه هذا الشيء صح اعملوه، هذا الشيء صح لا تعملوه. لما الصحابة يحكوا له إنه عملنا كذا، أو شاف الصحابة عمالهم بيعملوا شيء معين، فهاي من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم إنه يفعلوا ولا لا يفعلوا. وهذه هي السنة التقريرية. الصفة الخلقية عفوا، هي شو الصفة الخلقية؟ مدح الله تعالى أخلاقه الخلقية من الخلق. وحكى النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث: إنما بعثت لأتمم، يعني لأكمل مكارم الأخلاق. والله عز وجل مدح النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنك على خلق عظيم. فنقل لنا الصحابة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لنقتدي به. علل لماذا نقل لنا الأخلاق؟ لنقتدي به. عن ابن عباس، يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير.
عمال بيحكي إنه كان الرسول من أكثر الناس اللي بتصدقوا. شو يعني أجود الناس بالخير؟ جواد النفس، يعني كريم النفس، يتصدق بالخير، بالأكل، بالمال، باللبس، إلى آخره من المتاع. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس. هنا عمال بيحكي لنا من أخلاقه إنه كان منيح، حسن الخلق، إنه كان شجاع النفس. هذه هي الصفة الخلقية من السنة النبوية وتفاصيلها. هلا هون عم بيحكي لي عن خصائص القرآن الكريم والسنة النبوية. شو خصائص القرآن الكريم وشو خصائص السنة النبوية اللي بتختلفوا عن بعض فيهم؟ تعالوا نشوفهم، كتير حلوات وكتير مهمات. حطوا على هاي الصفحة، مهمة جدا، كلياتها كاملة مكملة. خصائص القرآن الكريم، حطوا حفظ. شو ما هي خصائص القرآن الكريم؟ بحط لك بالامتحان. القرآن خصائص عدة. القرآن الكريم بلفظه ومعناه وحي من الله تعالى. لفظه ومعناه من مين؟ من الله عز وجل. اللفظ والمعنى من الله عز وجل. طيب، 2، قراءة القرآن الكريم عبادة يثاب عليها المسلم، ولا تصح الصلاة إلا بقراءة القرآن الكريم. القرآن الكريم جميعه منقول بالتواتر. شو يعني التواتر؟ يعني رانيا نقلت عن تسنيم نقلت عن آلاء نقلت عن أماني نقلت عن جيهان نقلت عن سمية، وإلى آخره. كلياتهم بيعرفوا بعض، كلياتهم معروفين بالتواتر، يعني موثوق من نقل هذا عن هذا عن هذا وموثق. القرآن الكريم جميعه منقول بالتواتر. طبعا احنا بنعرف انه قصة كتابة القرآن على زمن الصحابة، على زمن سيدنا أبو بكر كيف جمع في دفتي كتاب، وبعدين على زمن عثمان بن عفان نسخ ووزع. تعرفوها، أخذناها بصفوف سابقة. إذا 3 خصائص، أهم خصائص موجودة للقرآن الكريم: إنه بلفظه ومعناه وحي من الله عز وجل، فيش فيه اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم بالألفاظ. اللفظ والمعنى من الله عز وجل. الشغلة الثانية، قراءة القرآن الكريم عبادة، كل حرف عليه حسنة، وحسنة ب10 أمثالها. والشغلة الثالثة، لا تصح الصلاة إلا بالقرآن الكريم، يعني لما بدي أصلي لازم أكون حافظ شيء من القرآن الكريم عشان أصلي فيه. الشغلة الرابعة، القرآن الكريم منقول جميعه بالتواتر. شو هو التواتر؟ تعالوا نشوف هي تفاصيل التواتر. ما نقله، حفظ هون، هذا حفظ تعريف. ما نقله جمع كثير من الصحابة، ثم نقله جمع عن جمع لا يمكن اتفاقهم على الكذب حتى وصل إلينا. لما كل الناس عم بيحكوا لك نفس الخبر، وهذا الخبر انت سمعته وهم نقلوه من ناس كتار نقلوا نفس الخبر، تحكي انه هدول مش غلط. اذا التواتر ما نقله جمع عن جمع عن جمع لا يمكن اتفاقهم، او يستحيل اتفاقهم على الكذب حتى وصل الينا. خصائص السنة النبوية مختلف شوي. السنة النبوية لفظها من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، بينما هون لفظها من الله عز وجل. معناها وحي من الله عز وجل، هنا معناها برضو من الله عز وجل. إذن هنا اختلاف الأول، إن القرآن الكريم لفظ المعنى من الله عز وجل، بينما السنة اللفظ من النبي والمعنى من الله عز وجل من خلال الوحي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السنة النبوية لا يتعبد بقراءتها. أنا لما أقرأ الحديث النبوي باخذ على كل حرف حسنة؟ لا. بس لما أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في خلال قراءة الحديث باخذ أجر، لكن لا يتعبد بتلاوة السنة النبوية. يعني بصير أنا أحفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مثلا أي حديث وأجي أصلي فيه، لا تصح الصلاة به، وإنما يتعبد بفهمه والعمل بهذا الحديث. هذا النقطة الثانية اللي تختلف فيها عن القرآن الكريم. القرآن الكريم يتعبد بتلاوته، عبادة يثاب التلاوة عليها، وكمان يصح الصلاة فيها. القرآن الكريم يصح الصلاة فيها، بينما السنة النبوية لا تصح الصلاة فيها. وهنا يتعبد في التلاوة في القرآن الكريم، بينما في السنة النبوية يتعبد بالفهم والعمل. آخر شيء، السنة النبوية الشريفة منها المتواتر ومنها غير المتواتر، في منها حسن وصحيح وضعيف، في منها كمان مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وغير صحيح أساسا.
بينما كل القرآن الكريم منقول بالتواتر. هاي الصفحة مهمة جدا الكل يتحفظ. آخر شي بدنا نحكي عن سند الحديث النبوي. شو يعني السند؟ هلا الحديث ينقسم إلى قسمين، سند ومتن. أي الحديث سند ومتن. حفظ ما هو السند؟ مجموعة الرواة الذين تتابعوا على نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المتن هو نص الحديث، سواء كان قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية زي ما حكينا. إذا لو جبت لك عرف ما هو السند أو عرف ما هو المتن، هيته واضح. استخرجوا هذا الحديث وطبقوا هذه النقطة عليه. صلاة الجماعة تفضل. تعالوا على السريع نشوف الأسئلة كتير واضحة بس مهمة. وبين المصطلحات السنة النبوية والسند والمتن، هذا مهمات كتير، حكيت احفظوها منيح. أمثل بمثال على السنة القولية قول والفعلية حلوهم. ضع عبارة صح، قراءة القرآن الكريم عبادة يثاب عليها المؤمن صحيحة. لفظ السنة النبوية من الله عز وجل، اللفظ لا، المعنى من الله عز وجل، لكن اللفظ من النبي. التعبد بالسنة النبوية الشريفة يكون بفهمها والعمل فيها صحيح. بعض القرآن الكريم متواتر بعضه غير متواتر، غلط. اختر نوع السنة النبوية. إقرار النبي أصحابه على قراءة الفاتحة على الملدوغ، بين إقرار معناته إيش؟ تقريرية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بما إنه قال النبي معناته قولية. كان النبي أشجع الناس، عماله بيوصف لنا صفة في النبي صلى الله عليه وسلم هي فعلية. وقارن بين خصائص القرآن الكريم والسنة النبوية، هذا مهم جدا. تحلوه وتبعتوا لي صورة عن حله. هذا أهم إشي بالدرس هذا، مهم كتير. هيك نكون خلصنا يا سالس الحل. هيك بكون انتهى درسنا المهم كتير. بتمنى يكون سهل وواضح وبسيط. وأي سؤال أو استفسار خبروني على الخاص. والسلام عليكم ورحمة الله.